يا صباح الهنا والسعادة والنشاط. قمت الصبح بدري كده كل طاقة إيجابية إن أنا أنزل أجيب فطار من تحت. رحت بسرعة لابسة هدومي وفاتحة الباب ونازلة على تحت على طول. بص اللبوب بتاعتي ورحت سحباها ونازلة على طول ونزلت الشارع بلاد تشيلني وبلاد تجيبني لحد ما الدنيا ليلت وأنا بدور على قراقيش تكون حلوة. رحت الفرن أجيب شوية قراقيش، قال لي سعر مبالغ فيه. رحت راجعة وجايبة كيلو دقيق وكيس خميرة ورجعت على البيت طيران أعمل بيهم أحلى قراقيش أو منين للفطار. نزلت بكيلو الدقيق بتاعنا وعليه رشة الملح وكيس الخميرة اللي احنا جبناه ومعلقتين 3 من السكر. ويا سلام بقى لو عندك ريحة الكحك باقية كده حطي شوية وشوية شمر على ينسون على سمسم يحلوهم يدوهم طعم حلو جدا. وابتديت احط رشة بيكنج باودر خفيفة واقلبهم كويس جدا. هجيب بقى دلوقتي كوباية سمنة ونص زيت، وممكن تحطي كله زيت وممكن تحطي النص بالنص زي ما تحبي. هنزل بيهم بالشكل ده وارجع ابسهم مع بعض كويس، لا بالعجان لا بايدك. هتقولي يا شيرين بدل الغلبه كنت جبتي ربع كيلو منين وخلاص. هقول لك لا، كيلو الدقيق ده اداني فوق ال2 كيلو من منين وطعمه احلى بكتير ومورق وهش وخفيف. انت هتشوفي النتيجه النهائيه هتقولي لا مفيش حاجه اسمها شراء العبد ولا تربيته، ده كلام بيضحكوا عليكي بيه. المهم ابتديت اعجنها بالميه الدافيه زي ما انتم شايفين. ادي العجينه بتاعتنا ناعمه وطريه وكلها حنيه. هسيبها بس ربع ساعه بس كده ترتاح شويه. بعد الربع ساعه هروح جايباها ومقطعاها قطع متساويه، يعني في 5 6 قطع كده. احاول اقطعهم بالشكل اللي هتشوفيه، ولو ما طلعش متساويه يا ستي ولا يهمك، هو حد بيبص ورانا. قطعيها زي ما هتشوفي معايا دلوقتي اهو. جبت السكرابر او السكينه او اي حاجه عندك وقطعي بالشكل ده. هاخد القطعه دي بقى وابتدي اظبط مقاساتها قد بعض كده زي ما انتم شايفين، علشان بعد كده اما اجي اشكلها الصوابع تطلع لحد ما شبه بعضيها. هفردها فرده بسيطه كده بالنشابه وهرفها رول زي الرغيف الفينو بالظبط. وبعد كده هحطها في اي حاجه عندي ترتاح مره تانية. كل ما بتريحي العجينه كل ما تديكي نتيجه حلوه. افردي ورولي زي الفينو بالظبط وروحي ركناها على جنب ترتاح لها شويه. يا بختك يا عجينه عماله ترتاحي واحنا لسه مرتاحناش. هلفها كده واحطها في الصاج واخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي وارجع لكم. تمام كده زي الفل. هغطي عليهم واسيبهم يرتاحوا ربع ساعه كمان. بعد ما عدت الربع ساعه هجيب بقى القراقيش بتاعتنا وابتدي بايدي كده اظبطها وهندمها واخلي شكلها لطيف وحلو. لو في اللحظه دي عايزه تحشيها تقدري تحطي اي حشوه تحبيها في النص وتقفلي عليها. انا هعملها شكل مثلثات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والصوابع المتعارف عليها انا عايزاها كلها ساده. بحب جدا جدا المنين او القراقيش الساده، تبقى خفيفه وهشه وتحفه. هخلص كل الكمية وهقولك بقى ازاي تسويها. بس المهم اخر فترة تخمير هي اللي بتقعد ساعة يا جماعة، ضروري ساعة عشان العجينة معاكي تنفخ لفوق وتديكي بقى التوريقة اللي هتشوفيها. ده شكل الصوابع زي ما قلت لكم، ده الشكل المتعارف عليه. عايزه اقولك والله كانت تحفه جدا وبتدوب دوبان كده في كوبايه الشاي بلبن. يا سلام، تحفه بجد بجد خطيره. هرصها بالشكل ده واخلص الكميه كلها. فرجكم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كيلو دي اداني قد ايه وانتوا بنفسكم هتبطلوا تجيبوها من بره. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ريحيها يا ست الكل مره كمان لمده ساعه كامله. المره دي ساعه. بصي بصي تضاعف حجمه، شايفه شكلها تحفه. دخليها الفرن بقى على 140، ايوه 140. وما تفتحيش الشوايه، سيبيها تستوي وتتحمر او تحمر على راحتها. ليه كده؟ تقرقش معاكي كده، تبقى دي القراقيش بقى. تقوم تخف وتورق وتستوي وتاخد لون احمر من جوه ومن بره، ما تبقاش من بره بس ومن جوه بيضه عجينه نيه، لا كله زي بعضيه. بصي الجمال، شايفه كلها لون واحد ازاي؟ شفتي التحفه؟ بصي هشه خطيره. اوعي تنسى اللايك والشير والمتابعه كمان. سلام.